انا فاكر ان انا عندي ايمان وحسن يقين، لكن جالي هاجس اللي هو يا رب ده انا حبيبك، ما كانش يبقى الانسداد جزء. سلام عليكم. جاي اتكلم معاكم عن آية طول عمري بستغربها وبقف قدامها ومش فاهمها، وكانت على طول بالنسبة لي غريبة شويتين، لكن رب العالمين أراد إن أنا أفهمها في وقتها وبموقف حصل معايا. الآية بتقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إيه قلت نعمة الله لا تحصوها؟ المفروض إن هو جمع، يعني ليه ما قلتش نعم الله لا تحصوها؟ إزاي تبقى نعمة واحدة ومش هعرف أحصيها؟ لغاية لما ربنا أراد إن من 3 سنين حصل لي أزمة قلبية أدت إن أنا عملت دعامة. مش هو ده الموضوع، ركبت الدعامة وعدت المواضيع كلها على خير، لكن طبيعة الدعامة إنك أنت بعد ما بتعملها النفس بتاعك بتقعد لك حوالي أسبوعين 3 أسابيع ما انتش قادر إنك أنت تطلعه للآخر، يعني تاخد النفس نص. اللي يكلمني يطمن عليا عامل إيه، يقول الحمد لله تمام، مش قادر. ولما أحاول إن أنا فعلا آخد النفس بتاعي بالساعة بتاعته كاملة للآخر مش قادر، شك في قلبي. فاتبصرت قلت الله، ده هو ده تفسير الآية. فهمت معناها، لأن نفسي ده أنا طول عمري من ساعة ما اتولدت للدنيا وأنا باخد نفسي مظبوط لآخر المدى بتاعه، نايم صاحي بعمل أي شغل بعمل رياضة، هو على طول أوتوماتيكلي شغال ولغاية آخر الساعة بتاعته. انت جه عليك اللحظة انك بتحاول تاخد نفسك للآخر مش قادر تاخده. هو من ساعة ما طلعت من رحم أمك للدنيا كم مرة شفت بعينيك؟ طب كم لحظة؟ كم فهمت ثانية؟ انت فعلا نعمة واحدة هي على مدار كل لحظة وكل ثانية في حياتك في حد ذاتها هي نعمة. فهل هينفع تقعد تقول أنا سمعت مثلا كم مليار مرة؟ خلتني قد إيه عندي قناعة بالأشياء اللي عندي وما عنديش مشكلة وضاضة مع الأشياء اللي مش عندي، لأن فعلا النعم اللي عندك أنت أساسا يا ابن آدم لا يمكن تقدر تحصيها. وجزء تاني حصل معايا برضه في نفس الموقف بيني قد إيه ربنا كان لطيف. انا واحد من الناس لما رحت عملت الاشعه ورحت للدكتور ربنا يديكوا الصحه كان شاكك ان انا ما عنديش ازمه قلبيه، وكان شاكك في حاجات تانية، وكان عندي قناعه لغايه يوم ما عملت الاشعه وهي بتقعد لها يومين ان زي ما يجي. بس سبحان الله يوم ما طلعت الاشعه بعديها بيوم واكتشفت ان هو انسداد كامل في الشريان التاجي. ما اكدبش عليكم، انا فاكر ان انا عندي ايمان وحسن يقين، لكن جالي هاجس اللي هو يا رب ده انا حبيبك، ما كانش يبقى الانسداد جزء ياخد معاه ادويه، هروح بقى واعمل تسليك للبتاع ودعامه وكلام زي كده، وحزنت شويتين. لكن ربنا برضه بصرني لشيء، ان بعد ما عملت العمليه قعدت مع الدكتور بتاعي وقال لي خلي بالك من حاجه، انت الحمد لله ان كان عندك انسداد كامل. لقينا بعديه جلطة 4 سنتي، الحمد لله الانسداد كامل، لان لو كان الانسداد جزئي كان الدم هيعدي بنسب قليلة لكن هيعدي من الشريان هيزق الجلطة، ولو راحت الجلطة على اي جهاز من اجهزة جسمك كان هيضرب وهيبوظ وما نضمنش تبعياته تبقى ايه. وفهمت برضه من نفس الموقف ان ربنا لطيف حتى في ابتلاءاته، بيلطف بيك يديك الابتلاء ومعاه لطف علشان انت يا ابن الادم تعيش، لانه مقدر لي ان الابتلاء ده يجي واكمل حياتي. فقلت واجب عليا اوصل لكم الرسالة دي، ما يبقاش عندكم زعل من اي ابتلاء، ما يبقاش عندكم نوع من عدم القناعة بان النعم اللي انت فيها قليلة. صدقوني نعم ربنا كتير ومغرقانا واحنا ما نستاهلهاش، لكنه سبحانه هو المنعم الوهاب. ربنا يصلح حالي وحالكم، نبقى من الناس اللي عارفين يشوفوا نعم رب العالمين ويحمدوا ويشكروا على نعمه الكتير. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.